كان تحدي كبير ومعاناة يمكن ضاعفت منها لما بلشت أشتغل في قطاع التعاونيات، لأن أكثر جهات استخداماً ووصولاً للناس هي الجمعية التعاونية، لأن كل منطقة لها جمعية تعاونية. عشان أني أنا أساهم في تغيير فكرة التعاونيات وننتقل من الورقية للتحول الرقمي للإلكترونية، كانت هذه مرحلة بحد ذاتها صعبة. المرحلة الثانية شلون أنت تقنعه أن أنت كشركة مشاريع كويتية تاخذ هذا المشروع وتنفذه على أرض الواقع، وغير أن في وايد ناس مو فاهمة هذه التكنولوجيا أو مو فاهمة هذه الخدمات. والمصيبة الأكبر أن لو أنت تسوي وايد أشياء زينة، شخص واحد قاعد في الديوانية ولا واحدة قاعدة في جمعة بنات تسولف عنك سالفة شينة ما هي فيك والناس تصدقها، ما يضطر أنه هو يبحث عن المعلومة. بحكم أني أنا الشركة الوحيدة في السوق مشاريع صغيرة وكويتية اللي تقدم هذه الخدمات وأني مرأة، فكان في تحدي كبير أنه هي مشهورة، هي سوشيال ميديا، هي عندها دورات، شنو يابها حق التكنولوجيا، لأن ما في تقبل أن الإنسان مالتي تاسك وعنده إبداع بأكثر من مهارة. فكانت أكثر صعوبة بهذا البارت اللي وايد كان يزعجني، أن دير بالك ترى المشروع ما راح يتنفذ. تخيل شخص واحد قاعد في الديوانية يسولف حق ربعه لا هالشركة مو زينة، الناس تبعد عنك.